السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه هي نبتة أو عشبة المخينزة اللي كتقضي على الصهد وكتعاون المريض بالإنفلونزا ولا بالنزلة ديال البرد أنها كتهبط الحرارة. راها واحد النبتة معجزة، كناخد غير الوريقات ديالها، وهاد النبتة راها نقية ومباركة. قطعتها بيديا، كنقيها مزيان، كنحيد لها العراش اللي قاصحين، كناخد غير الوريقات، كنحيد الزريعه. اكيد الزريعه كنجمعها باش نزرعها مره اخرى. كندير واحد المبلغ او واحد العدد ديال الفصوص ديال الثوم، كنغسل كلشي مزيان، كناخد واحد الكاسروله وكندير فيها الماء يغلى باش ندير فيها البلبوله، لان غنستعمل هاد النبته في الحساء. كناخد البلبوله منقياها ومعاوداها، كنقيها مزيان، ما كنخلي حتى اي شائبه، اي غبره، اي شي حاجه. كنقيها مزيان وكنغسلها مزيان، وكناخد زريعه الكتان، وكناخد الحبه السوداء، وكناخد حب رشاد، تا هما كنقيهم مزيان. ملي كيغلي ليا الماء كنرمي فيه هذيك المخينزه والثومه، وكنبدا نضيف بشويه بشويه البلبوله. بعد ما غسلتها نظفتها مزيان كنبدا نرمي بشويه بشويه كما قلت لكم. اللي بغى يدير البلبوله الرقيقه يديرها، اللي بغى يدير المتوسطه. المتوسطه كتعطل شويه، ولا الغليظه خاصها ترطب، اما تبات مرطبه اولا ترطب بعدا واحد ساعتين هكاك. صافي بعد ما نقيت هاد الحبوب ديالي، حب رشاد وزريعه الكتان والحبه السوداء، نقيتهم مزيان تا هما غادي نغسلهم وغادي نرميهم ان شاء الله مغسولين. وكنحرك مزيان، كنبقى مقابله بالتحرك باش ما تلصقش ليا، باش ما تفيضش. كنحرك مزيان. غادي نضيف زيت الزيتون، ولكن ماشي دابا، باش يبقى الجهد ديالو مزيان، كنخليه هو الاخر. بالنسبه للتوابل عاديه، كندير دائما شويه ديال الابزار وشويه ديال الكمون وشويه ديال الملحه. دابا مع دايره انا المخينزه ما غاداش ندير الزعتر، اصلا انا كندير فيها دائما الزعتر. دابا ملي درت المخينزه غنستغنى على الزعتر. كما قلت لكم البزار كناخذ ملعقه صغيره ما عامراش، وما كنرميهاش كامل لان البزار شويه كيجيني واعر. اللي بنن ليا تا هو فيه الفوائد. واللي غندير اكثر هو الخرقوم، كندير 2 مغرفات، لان الخرقوم حتى هويا منصوح به بالنسبه لالتهاب المفاصل، وبالنسبه لهاد النزلات ديال البرد اللي معاهم السخانه. وكنبقى نحرك باستمرار باش ما تكور ليا لا توابل لا والو. وكنضيف واحد البصله مبشوره، قطعه طريفات صغار باش طيب ليا دغيا. حتى هي راه مزيانه البصله، فيها كتعاون بالمناعه، وكتعاون بحال الثومه والبصله مزيانين للمناعه. كاع النزلات ديال البرد ما نكرهوش نديرو البصله والثومه في الوصفات باش نعاونوا روسنا على تقويه المناعه. بالنسبه للحليب اختياري، اللي ما كيبغيش يدير فيها الحليب ما نصحوش يديرها، ماشي ضروري. تقدروا صافي تطفوا عليها وتضيفوا شويه زيت العود وشويه الكمون وبلاش الحليب. غير انا فضلت ندير الحليب، تشهيته وصافي. تعرفوا المريض كيكون كيتشهى اي حاجه. صافي كنخليها طيب مزيان، وراه طابت، عطيتها وقتها الكافي يعني باش طيب. وان شاء الله نطفي عليها ونصبها في الزليفات بحسب عدد الافراد ديال الاسره. حنا 4 الناس، كل واحد وزليفته. ايوا درت شويه زيت العود الفوق كل واحد، ممكن نضيفو حتى الكمون، اختياري. والله يجيب الشفاء للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.